ازاي ان التوتر البسيط ممكن يغير في الاداء؟ لكن زيادته ممكن تخلينا تبقى عقبة في حياتنا. فالتوازن بين الضغط والاداء مهم، زي ما بنظبط آلة الموسيقى. لو الوتر بتاعت الآلة في الموسيقى مرتخي، الصوت بيكون باهت، ولو هو مشدود ممكن يتقطع. فهي فكرة ازاي نقدر يبقى في عندنا نوع من انواع التوازن. التوتر مش دايما سلبي، ستريس مانجمنت او الاسترس مش دايما نيجاتيف. هنا يمكن الكلام ده في ناس ممكن تقول لي ده احنا شايفينه غريب شوية. التوتر مش دايما حاجة وحشة. في الحقيقة التوتر ممكن يكون علامة على النمو. العلماء بيفرقوا ما بين التوتر السلبي والتوتر الإيجابي، في حين إن التوتر السلبي بيكبلنا والتوتر الإيجابي هو اللي بيدفعنا للأمام. هو الشعور اللي بيجي قبل مثلا مع الرياضيين قبل ماتش كبير، علشان التركيز قبل أي حاجة، أي إيفنت كبيرة بتحصل في حياتنا، هو الدافع لإنهاء المهام في وقتها.